السلام عليكم. قال الأمريكي مايك كوهين، وهو الذي يتابع قضية الاحتيال بالنسبة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال إن هناك دولتان أو ثلاثة في العالم قادرة الآن بفضل ما تمتلكه هذه الدول من مجموعة من القدرات وتدخلها في بعض المشاريع المتعلقة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره أيضا جاريد كوشنر، على رأسها المملكة العربية السعودية طبعا، قادرة على إخراج ترامب من أزمة كبيرة جدا. كل يوم في الولايات المتحدة الأمريكية يضطر الرئيس الأمريكي إلى أن يخسر 100,000 دولار أمريكي في كل يوم يتأخر فيه عن دفع مبلغ 462 مليون دولار التي حكم القاضي الأمريكي للرئيس الأمريكي السابق بأن يسددها كتأمين للكفالة المستحقة في قضية الاحتيال في نيويورك. القاضي الأمريكي مايكل كوهين قالها ببساطة: الرئيس الأمريكي عاجز عن دفع هذه الكفالة الكبيرة جدا، حيث أن ثروة الرئيس الأمريكي ككل تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار من السيولة، ومبلغ 462 مليون دولار هو مبلغ ضخم لا يستطيع الرئيس الأمريكي السابق، كما قال محاموه وكما اعترف القاضي الأمريكي المختص في هذه القضية بأن يدفع هذا المبلغ. لكن هذا القاضي حذر من قدرة المملكة العربية السعودية على دفع هذا المبلغ، وبالتالي إخراج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من ورطة حقيقية لا يمكن الخروج منها بسهولة. كوهين قال للصحافة الأمريكية خصوصا قناة CNBC، وهو الذي أصلا كان محاميا لترامب قبل الخلاف الذي أصبح بينهما، قال: كأمريكيين يجب أن نشعر بالقلق الشديد من مصدر هذه الأموال. أدى كوهين بهذه التصريحات لمقابلة MSNBC مع برنامج الموعد النهائي في البيت الأبيض. كثير من الصحف الأمريكية تطرقت لهذا الموضوع. على سبيل المثال، صحيفة أمريكية تقول تحت عنوان: ترامب غير قادر على تأمين سندات بقيمة 464 مليون دولار في قضية الاحتيال في نيويورك، فهل سيؤثر ذلك على محاولته الرئاسية؟ بينما أعادت بعض الصحف الأخرى الحديث من جديد عن علاقة المملكة العربية السعودية بجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق. كما هذا العنوان يتحدث: سيتم استثمار 2 مليار دولار سعودي في سازان، ويريد مجلس النواب إجراء تحقيق في علاقة صهر ترامب بولي العهد. هي نقاشات محتدمة اليوم في الصحف الأمريكية حول علاقة المملكة العربية السعودية والنجاح المتوقع للرئيس الأمريكي القادم إلى البيت الأبيض دونالد ترامب. غالبا سيكون هناك دعم غير مسبوق، وهو ما تحدث عنه هذا القاضي الأمريكي الذي خاف من تأثير قوة العلاقة بين ترامب والمملكة العربية السعودية في السير بدونالد ترامب نحو أجنحة البيت الأبيض. في وقت سابق من الاثنين أشار الفريق القانوني لترامب في ملفات المحكمة أنه سيكون من المستحيل بالنسبة لمحامي الرئيس توفير هذه المبالغ التي أقرها القاضي، والبالغة 454 مليون دولار مستحقة في قضية الاحتيال في نيويورك. محاموه قالوا لمحكمة الاستئناف المتوسطة بالولاية إنهم أمضوا ساعات لا تحصى في مفاوضات مع مجموعة من شركات التأمين في العالم لمحاولة توفير مثل هكذا مبلغ، وأنهم اقتربوا من حوالي 30 شركة لدعم السندات. وبخلاصة، أمر قاض في نيويورك ترامب بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد كعقوبات بعد أن خلص إلى أنه تآمر للكذب بشأن صافي ثروته للحصول على مزايا ضريبية وتأمينية. ويقترب إجمالي الحكم مما يقرب من حوالي 112 ألف دولار كل يوم لا يقوم فيه ترامب بتسديد هذا المبلغ. القاضي الأمريكي ختم بالقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعرض الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية للخطر إذا ما تم انتخابه لولاية جديدة كرئيس للولايات المتحدة.